بقى بتنسقوا مع بعض في الشغل ازاي؟ يعني انتوا مثلا مسرح قصد حضرتك؟ يعني مثلا انت مثلا تتدخل في شغلها، جالها دور في فيلم، بتدخل باراء يعني مش في لقات تقول لها هو اسراء في حاجات لا؟ والله لا مش كلام، بس هي بجد هي كده كده لا بتاعتها هي يعني مش كلام والله، بس هي اصلا ما بتعملش حاجه توصل ان احنا يتقال عليها لا. بالعكس بالعكس جدا. يعني بتعرضي مثلا جالك فيلم تقولي خد اقرا يا حمدي؟ بقراه معاه. يعني جالي فيلم قبل كده، انا عامله فيلم مع ويزو اسمه ويزو سكول، حمدي قرا قبلي. لسه قالك ما لا؟ نزلش. لا ماليش لا. لا لو قالك لا؟ لا ما هو مش هيقول لي لا على يعني لو قال لي لا على حاجه انا مش يعني بعملها عادي، يعني مش مبادئ يعني او حاجه، يقول لا ليه لا، مش يعني اكيد مش هيقول هو من طب نفسه. انت ممكن تقول لا مثلا ايه لو مثلا في مشهد ساخن مثلا في قبلات؟ حاجات يعني هو لو ما قالش لا، لو قال انا مش هي هينفع. كده كده انا بقول لحضرتك هي كده كده اسراء لا بتاعتها هي بتاعتي، لان هي اصلا ما يعني بتعملش الحاجات دي، ده هي في كوميدي بتتكسف جدا. بس انت بتشتغل على المسرح يا استاذ. لا قسما لا. بالله ما يحصل، ده ابويا طب يقتلني تعالوا والمصحف. نشوف. يا نهار اسود. تعالوا نشوف، وريني يا احمد. ده تطلع مش هي. يعني انت رايك يا ست هاني ان الباديكير الموف يمشي مع البادي الكارين الاصفر؟ اصل انا قلبي اتفتح لك وعايزك اقول لك احكي لي من الاول حادثه. ولا حاجه، انا كنت بتكلم في التليفون وماشيه وفجاه لقيت قدامي العربيه دي وخبطنا في بعض. ما شفتيهوش؟ لا. ما يستاهلوش. ما هو انا كنت بتكلم في التليفون. مؤاخذة يا أستاذة، يعني أنا آسف، يعني حضرتك أنت أصلا داخلة شارع معفن، ده شارعنا شارع معفن، وبعدين أصلا يا أستاذة الشارع ده أصلا وان واي. طب وايه المشكله؟ دي حريه شخصيه. ما خلاص يا عم هشام هتصدعنا. والمصحف مقصدي أقسم بالله والله العظيم ما قصدي، أنا بس بفهمها والمصحف إن هو وان واي أقسم بالله. هو بيتكلم صح، الشارع ما تجيبي بوسه يا هاني. اتلم يا مخامر. حاضر اتلميت. طب ما تكلمي اهلك على الموبايل. ايوه انا عايزه اكلم مامي وبابي، يعني عايزه اقول لهم اللي حصل في الحادثه، بس انا عايزه الموبايل بتاعي. ما ده تشوفيه فين الموبايل؟ شوفيه فين؟ فين؟ مش لاقيه الموبايل. ايه مش لاقي الموبايل؟ لا يكون اتسرق. هو كان عاوز يبوس. ايوه طبعا. قال هاتي بوسه. يعني ما ده كنا قبل ما نرتبط، فكنت بفرش يعني للارتباط. دي الفرشه. تشوف رد الفعل في الكوميدي بعد كده نقوله في الجد. طب هسألكوا سؤال وكل واحد يقول لي بقى اجابته. ايه يعني دايما بنسمع ان الفنانين لما بيتجوزوا بيحصل احيانا، ربنا يبعد عنكم اي شر طبعا، شويه خلافات، اختلافات، تغييره فنيه، حاجات زي كده. ايه الروشته اللي انتوا اتفقتوا عليها عشان تتجنبوا انكم انتوا تقعوا في الحاجات دي كلها؟ وهبدا بيك انت الاول.